تخيل معايا كده انك انت مدرب للنادي الاهلي وفريقك كان ممكن يسجل هدف في الشوط الاول يركب بيه المباراه لولا السذاجه من حسين الشحات والطريقه العجيبه اللي خلص بيها الكوره، وبدل ما يحطها في الجول شاطها بره بطريقه اعجب من العجب حرفيا. علشان فريقك ينزل الشوط الثاني مقتول بدنيا حرفيا، والحارس بتاعك يتذكر امجاد الخرم اللي كان قبله ويعمل غلطه بيعملها بقاله موسمين، وبدل ما كان هو الحارس الثقه بتاعك اللي كنت بتثق فيه وكان بيشيلك في المباريات بقى حارس ما عادش عندك اي ثقه فيه نهائيا. ويوم ما تفكر انك انت هتقعد الحارس ده علشان تنزل بديل ليه علشان يرجع لمستواه تاني، بعد كده تبص وراك تلاقي البديل بتاعه هو علي لطفي. فتيجي تستنى ان اللاعيبه اللي موجوده في الملعب بعد تاخرك النتيجه المفروض ان هي ترجعك للماتش تاني هو بيرسي تاو وطاهر وحسين الشحات، وتيجي تقول خلاص انا هعمل تبديل عشان اجدد دماء الفريق وانزل لعيبه تقدر ان هي ترجعني في المباراه بعد الخساره والخطا الغريب جدا اللي حصل من حارس اللي ما عادش عندك ثقه فيه. تبص وراك تلاقي وراك قفشه وشريف. هل انت بقى مقتنع لحد اللحظه ان الراجل ده بيتاخر في التبديلات؟ هل انت مقتنع لحد اللحظه ان المشاكل اللي موجوده في النادي الاهلي حاليا مشاكل اداريه مش مشاكل فنيه؟ ده طبعا ملخص خساره الاهلي النهارده قدام الهلال السوداني في دوري ابطال افريقيا، لكن طبعا ده مش سكريبت جديد ولا حاجه. الاهلي دايما بيصعب على نفسه دور المجموعات وبعد كده بنشوف اهلي تاني بعد دور المجموعات. لكن طبعا بقالنا سنتين بنهاتف نفس الكلام اللي بنعيد ونزيد فيه ان الاهلي محتاج سترايكر ابن ناس يلعب باسم النادي الاهلي بدل العشوائيين الموجودين في خط الهجوم عند النادي الاهلي. محتاجين سترايكر نقدر ان احنا نتسند عليه، محتاجين باك شمال بديل لباك الشمال بتاعك اللي انت حرفيا بتحلبه بمعنى الكلمه بقالك 4 مواسم ولا 5 مواسم مفيش ليه اي بديل نهائيا. محتاجين حارس مرمى يرجع الثقه للحارس اللي موجود عندك علشان يقعدوا بديله ويعرف ان في منافس ليه، لان اللاعب اللي موجود في الملعب طالما عارف ان مفيش اي منافس ليه هيفضل مستواه ينحدر بالشكل اللي احنا بنشوف ليه الشناوي الفتره الاخيره. هنعيد ونزيد في نفس الكلام، الاهلي محتاج حارس مرمى، الاهلي محتاج باك شمال بديل، الاهلي محتاج يغير خط هجوم كامل، الاهلي محتاج راس حربه رئيسي بمعنى الكلمه تقدر انك انت تعتمد عليه ويلعب باسم النادي الاهلي، لان النادي الاهلي مش نادي قليل.